تعالى اقول لكم ازاي تسافروا اسكندريه ب 100 جنيه وبس. انا خدت الميكروباص من موقف مشعل لغايه محطه الرمل، وطبعا اول حاجه هنعملها هناك لازم نفطر. اتمشيت شويه لغايه لما وصلت المحل اولاد عبده البقال. ده احسن محل ممكن تاكلوا من عنده هناك سندوتشات، بس عايز منكم شويه صبر عشان دايما هتلاقي المحل زحمه. طلبنا من هناك شويه سندوتشات. اول سندوتش معانا كان سلطه الرنجه، وكمان طلبنا من عندهم سندوتش تونه، ويا سلام بقى على سندوتش ميكس الجبن السايحه ده لوحده كان حوار. وطلبت من عندهم سندوتش صوابع كابوريا، ولا بقى سندوتش الطحال مع شرايح الطماطم وعصره ليمون، والاختراع ده بقى شرايح لحمه بارده مع شويه زبده متشوحين عليهم شويه ملح وشطه. وتعالوا بقى للحلو عنده، هو هيتكلم عن نفسه. ده بقى سندوتش سكالانس يرفع الضغط على طول. واحلى سندوتش عنده سندوتش الفياجرا اليوناني، شويه جبنه رومي على شيدر على شويه عسل ومربى. في حته تانية خالص السندوتش ده عالمي، والسكالانس باللوتس برضه عالمي. وبدات كده بسندوتش الجبن الميكس اللي كانت واخده رشه فلفل اسود كده وكانت بتشد وتمط معانا. خدت اول قطمه، الصراحه كان طعمها عالمي. الجبن اصلا عنده حلوه، ولازم لما تروح عنده تشتروا منها وتاخدوها معاكم وانتم رايحين. ودخلنا بقى على السندوتش التاني، شرايح اللحمه البارده المسيحه في الزبده. السندوتش ده جبار، واللحمه مستويه بتدوب في بقك وطعم الزبده باين جدا. السندوتش ده بيتعمل في الفنادق والمحلات الكبيره، مش محل صغير بالحجم ده. بجد شابوه ليكم. وتعالوا بقى الاغرب حاجه عندهم، سندوتش الفياجرا اليوناني. ميكس كده غريب، رومي وشيدر وعسل ومربى وكريمه. تاكله كده تحس برياكشنات غريبه، مش عارف هو حلو ولا حادق، بس طعمه جامد جامد جامد. يا عم جبنا رومي على العصا دي جامده قوي. خلصنا فطرنا وملينا التانك. تعالى بقى ناخد لفه على الكورنيش. اصل اسكندريه ايه غير كورنيش وشويه حاجات تانية جنبيها. ممكن تاخدوا الاتوبيس ابو دورين هيلففكم كورنيش اسكندريه كله. يلا بينا بقى ننزل البحر. وصلنا لغايه شاطئ سيدي بشر، وكان ب 15 جنيه دخول وكرسي والشمسيه، والخدمه فيه مميزه جدا. ممكن تأجروا هناك البدلات او تركبوا الموزه. يا خساره الوقت سرقنا واليوم خلص. قلنا لازم نتغدى قبل ما نرجع مصر. طبعا مفيش غير استاذ الكبده في اسكندريه، فرج ابو خالد، نمبر 1 في اسكندريه. المكان هناك نضيف والصاله كبيره، بس انا قلت هاخد السندوتشات وباكلها على البحر. طلبت من عنده سندوتش كبده اسكندراني، وسندوتش كبده مشويه على الفحم، وسندوتش صدق بالخلطه الاسكندراني. الكبده كانت مليانه قوي. وطبعا خلاص كلنا عرفنا ان الكبده الاسكندراني من غير طحينه، والصراحه طعمها كده احلى كتير عن الكبده اللي بتتعمل عندنا هنا في مصر. وجربت كمان الصدق وكان غرقان بالخلطه، بس الصراحه طعمه ما عجبنيش. حسيت ان كده في فول صويا كتير في السجق، فلو جيت تاني هنا اكيد هطلب كبده بداله. وطبعا الكبده المشويه كانت جباره، وكانت واخده كده لون وطعم وريحه من الفحم، وشريحه الكبده كانت كبيره ومحمله. وبكده بقت الكبده المشويه اول طلباتي في اسكندريه. ايه ده راح فين يا عظمت؟ لسه الحلو. والحلو في اسكندريه يعني ايس كريم، والايس كريم يعني النظامي وبس. ما تخليش حد يضحك عليك. النظامي هتلاقوه على الكورنيش قبل القلعه، وهتلاقي عنده علبه ب 20 جنيه وفيها مانجا وليمون وفراوله وشوكولاته، وكان طعمها جامد جدا. وهتلاقي عنده كمان علبه ب 35 جنيه هتلاقوا فيها طعم القهوه والزبادي التوت واللوتس والبندق. الاتنين جامدين، بس انا عجبتني ام 35 جنيه اكتر بكتير. هتحسوا بطعم اللبن فيها اكتر، وهتحسوها طبيعيه اكتر بكتير. خلصتوا الحلو. الناحيه التانيه كورنيش، عدوا واقعدوا لغايه وقت الغروب. احسن مناظر طبيعيه هتلاقوها في الوقت دوت. ما تنسوش تتصوروا كتير قبل ما تروحوا. سلام.